هتعيطي يعني هتعيطي. ده عنوان حلقة أنس مع ياسمين العبد. هو يا اما هنعمل عمليه وهيصحى او مش هيصحى. هي طول الحلقة كانت بتتكلم عن عيلتها، قد ايه هي مرتبطة بيهم والظروف الصعبة اللي مرت بيها لما باباها جاله كانسر. ده بالنسبة لياسمين. بالنسبة لأنس طبعا هو ليه ستايل كده في الأسئلة، أسئلته كلها عميقة وبيحاول يطلع العقد والتروما اللي في الشخصية، ويقعد يفكر كده كتير ويبص في كل الاتجاهات وفي السقف، وتحس إن السؤال جاله إلهام، وهو في الحقيقة سؤال عادي جدا. لا مو بهالسؤال، بس هو فيه شوية أداء تمثيلي. انت عندك الواحد في الألف. هي كيف واحد يقدر يسيطر؟ في تشبيه، شو الصفة في أهلك كنتي تتمنين؟ أنت قلتي أنت مش ضد الزواج المبكر، هو صعب عشان شو الأشياء اللي عموماً أنت بس الحين لفينا لفة، بس عيال كيف الواحد يعيش في مخك؟ تعرفين شو اللي الحين بدخل شوي شو تحس زين؟ نحن اليوم في ظاهرة، أنا صدق وأنا أسوي البحث في مخي اليوم بس أقول هذه الطريقة الصح أظن أبى أدخل معاك فلسفة بس أنس لازم يعمق السؤال ويفضل يزنق في الضيف لحد ما يدمع. I don't look for tears necessarily, I look for rawness and vulnerability. وفضل يحاول يخلي ياسمينة تعيط بس هي ما عيطتش، فزهق وقال لها You act strong. بس هي ردها كان جامد جدا، أحرجته. اصلا الحاجات دي انا فكرت فيها لو كانت حاجه جديده عليا probably I would have gotten emotional، بس دي حاجات انا بفكر فيها طول الوقت. عايزاكم تقولوا لي رأيكم بصراحة، انتوا بتحسوا برضو ان أنس بيقول أسئلة عادية بس بالأداء التمثيلي بتاع البص فوق وبتاع ويبص تحت ويتكلم بطيء ويسيب فراغات كبيرة بين الكلام، ولا هو فعلا بيعرف يطلع حاجات عميقة جوه الضيف؟ قولوا لي في الكومنتس.